هل أهل السنة يبغضون أهل البيت عليهم السلام؟ أهل السنة والجماعة إنهم يحبون أهل البيت، من رسخ هذه الفكرة في عقول العامة؟ علماء الشيعة ركزوا في عقولنا كشيعة أن أهل السنة يبغضون أهل البيت. فهل هذا القول صحيح؟ هذا مو صحيح. دليل محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله هو اتباعهم والعمل بسيرته. فمن المتبع لسيرة آل البيت عليهم السلام؟ فوجدت أن من يفعل فعل آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله هم أهل السنة والجماعة. فمن الذي يحب آل بيت رسول الله؟ فمن الذي يحب آل بيت رسول الله؟ آل البيت الكرام الذين هم من خيرة خلق الله عز وجل. والله إننا نحبه، والله إنهم يكذبون علينا ويقولون نحقد عليهم. هل أهل السنة يبغضون أهل البيت عليهم السلام؟ لقد ادعت بعض الفرق الشيعية محبة أهل بيت النبوة عليهم السلام، وأنهم اختصوا بهذا دون غيرهم من المسلمين، واتهموا أهل السنة والجماعة علماءهم وعوامهم بأنهم أهل عداء وبغض ونصب لآل البيت. وعند البحث في مصادر أهل السنة المعتمدة والتأمل فيما يقوله علماؤهم وأئمتهم ودعاتهم نجد شيئا مختلفا تماما. فهل أهل السنة يبغضون أهل البيت عليهم السلام؟ سؤال ينبغي الإجابة عليه إجابة علمية رصينة اعتمادا على أمهات كتب ومراجع أهل السنة والجماعة، مع التوثيق الحصيف لكل ما نقل عنهم، وهو ما سيتم إيضاحه في هذه المادة إن شاء الله تعالى. وكذلك السؤال الثاني: من هم هؤلاء أهل البيت؟ يرى علماء الشيعة الاثني عشرية حصر آل البيت في علي وفاطمة وابنيهما وفي 9 من أبناء الحسين فقط. أما زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد أخرجوهن من أهل البيت، بينما القرآن قد خصهن بوصف أهل البيت. فتأمل معي هذه الآيات: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وعندما أعيتهم هذه الآيات الواضحات زعم بعضهم أن آية التطهير ليس هذا مكانها في القرآن، وأن الصحابة حرفوا ذلك، كما أخرجوا كذلك جميع أبناء الحسن رضي الله تعالى عنه وآل العباس وآل عقيل وأعمام النبي عليه الصلاة والسلام وأبنائهم. أما أهل السنة والجماعة فهم أعدل وأنصف وأحكم، فأهل البيت عندهم هم كل هؤلاء، وليس كما ادعى الشيعة الإمامية أنهم أفراد قلائل وتنكروا للباقي وأخرجوهم من بيت النبوة ظلما وعدوانا. علماء الشيعة ركزوا في عقولنا كشيعة أن أهل السنة يبغضون آل البيت، بدليل أنهم لا يذكرون روايات آل البيت وفضائل آل البيت وكذا، وهذا مو صحيح. ليش؟ لأن مفهوم آل البيت عند الشيعة غير مفهوم آل البيت عند السنة. مفهوم آل البيت عند الشيعة هم 5 من أهل الكساء وذرية الحسين إلى المهدي. مفهوم آل البيت عند أهل السنة هم
آل جعفر، آل عباس، آل علي، آل عقيل، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا يعني لو ترجع إلى البخاري ومسلم تجد أحاديث عن عبد الله بن عباس، تجد أحاديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، تجد أحاديث عن العباس، يعني تجد أحاديث عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أهل السنة يروون فضائل أهل البيت عليهم السلام. نقل أهل السنة نقولات كثيرة ورووا أحاديثا وآثارا غزيرة تنص على فضائل أهل البيت عليهم السلام وتصرح بمناقبهم وتعلي من شأنهم، ولم يتحفظوا عليها أو يخفوها أو يحرفوها ويبدلوها، بل سطروها في كتبهم لتتناقلها الأجيال دون تخف أو احتيال، وبوبوا لذلك الأبواب في أصح كتبهم. وهذه نبذ وطرف من الأبواب والفصول التي عقدها أهل السنة في كتبهم المعتمدة والخاصة بفضائل ومناقب وخصائص أهل البيت عليهم السلام. فقد أفرد الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه أبوابا لذكر فضائل ومناقب آل البيت، منها على سبيل المثال لا الحصر باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبا الحسن رضي الله عنه. وتحت هذا الباب جاءت أحاديث كثيرة تروي فضائل أمير المؤمنين أبي الحسن، نختار منها. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه. قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ إلى آخر الحديث. ومن الأبواب كذلك في صحيحه رحمه الله تعالى باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب منقبة فاطمة عليها السلام بنت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مثال من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. أما الإمام مسلم رحمه الله فقد أفرد في كتابه الصحيح في الجزء 25 منه في كتابه 44 أبوابا، منها باب فضائل الحسن والحسين رضي الله عنهما، باب فضائل أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، باب فضائل فاطمة بنت النبي عليها الصلاة والسلام. وفي هذا الباب نجد هذا الحديث الذي يذكر فيه منقبة من أجل مناقب فاطمة رضي الله عنها. عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة القرشي التيمي أن المسور بن مخرمة حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر وهو يقول: إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب، فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم، إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. ومن الأبواب الواردة في صحيح مسلم باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، باب فضائل عبد الله بن جعفر رضي الله عنه. هذا غيض من فيض في ذكر مناقب آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام في الصحاح. ومن المعلوم أن الكتابين السابقين هما العمدة مع القرآن في عقيدة أهل السنة والجماعة. إن اعتقادنا كشيعة من يوم الصغر ترسخت معلومة، وهم أهل السنة، هم أهل السنة يكرهون أهل البيت. طبعا احنا صغار ونجهل الموضوع هذا، بس بعد فترة، بعد ما يعني تفتحنا أكثر، يعني بعد ما تفتحنا أكثر، يعني سألت أنا نفسي ليش إن أهل السنة، يعني أسأل نفسي وأتحاور مع نفسي أقول ليش أهل السنة يكرهون أهل البيت، علما أنهم بيت الرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلما أن أقول أن القريب من ذلك أن أقول أن أهل السنة هم يصلون على الرسول، يعني تجدهم، يعني تجد أي واحد من أهل السنة تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فأستغرب من كلام ومراجعنا ومشايخنا الشيعة كاحنا شيعة أن يقال أن أهل السنة والجماعة أنهم يكرهون أهل البيت. على كل شيعي إذا أراد أن يدين أهل السنة ببغض آل البيت عليه بقاعدة بفمك من فمك ودينك أدينك، يعني من كتب أهل السنة
وعلماء أهل السنة يدين أهل السنة، وكلام علماء أهل السنة يدين السنة. الآن لو ذهبنا إلى كتب أهل السنة وذهبنا إلى الكتب المعتمدة عندهم، الكتب الصحيحة عندهم، البخاري ومسلم، وفتح الكتاب وقرأ قرأ البخاري كامل، وجد فيه باب مناقب علي بن أبي طالب، وباب مناقب فاطمة رضي الله عنها، وباب مناقب الحسن رضي الله عنه، وباب مناقب الحسين. والروايات اللي تتكلم وترغب بحب آل البيت، مثلا أذكركم الله بأهل بيتي، أذكركم الله بأهل بيتي، ورواية فاطمة، والرواية اللي تقول فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني. هل يعقل أن أهل السنة بعد قراءتهم هذه الروايات هل يبغضونهم؟ سبحان الله، الله سبحانه وتعالى عز وجل أنعم علي بالهداية بعد ما أصبحت من أهل السنة والجماعة، واستطلاع الكثير والقراءة الكتب الكثيرة من أهل السنة والجماعة، فوجدت أن مشايخ أهل السنة والجماعة، ووجدت أهل السنة والجماعة أنهم يحبون أهل البيت. والقريب بذلك يعني حتى أنا استغربت يعني تجد من مشايخ وعالم من علماء السنة أنه سمى من أسماء أهل البيت، اللي هو يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب سمى علي، سمى الحسن والحسين، سمى ابنته فاطمة. يعني أقول هل يعقل يعني أنه يسمي من يكرههم؟ أما الإمام البزار رحمه الله فقد ألف جزءا مستقلا في مسنده سماه فضائل أهل البيت، جمع فيه كثيرا من الأحاديث التي تذكر مناقبهم وفضائلهم. وقد أفرد الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه أبوابا عديدة في ذكر فضائل آل البيت عليهم السلام، منها باب مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وله كنيتان أبو تراب وأبو الحسن. باب قول الأنصار كنا نعرف المنافقين ببغضهم علي بن أبي طالب، وغيرها من الأبواب الكثيرة في ذكر فضائل علي عليه السلام. باب مناقب أبي الفضل عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. باب مناقب جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. باب مناقب أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب والحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. وفي هذا الباب حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. ومن الأبواب في جامع الترمذي باب إن ابني هذا سيد، أي الحسن بن علي رضي الله عنه. وأبواب عديدة في ذكر فضائل سبطي النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين عليهما السلام. باب فضائل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في فضل فاطمة رضي الله عنها. وأورد الحديث عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحدا أشبه سمتا ودلا وهديا برسول الله في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغيرها من الأبواب. وكل هذه الأبواب تحمل أحاديث مروية تقرر وتؤكد على عقيدة حبهم وتوليهم وإعطائهم المنزلة الشرعية التي يستحقونها، دون إفراط أو تفريط، ودون غلو أو جفاء. فهل يبغض أهل البيت من يروي كل هذه الأحاديث في فضائلهم؟ خلينا نشوف من اللي يحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عمري ما قريت لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قولهم يا علي، أو قولهم يا حسين، أو قولهم يا زهرة، ولكن أجد دائما أن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذكرون هذا الكلام أو هذا الدعاء. ولكن عندما أرى أو عندما أنظر إلى علماءنا نراهم يحثون على ذكر يا علي ويا زهرة ويا مهدي ويا حسين. فوجدت أن من يفعل فعل آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله هم أهل السنة والجماعة. فمن الذي يحب آل بيت رسول الله؟ روايات أهل البيت في كتب أهل السنة وفي كتب الشيعة.
فروق واضحة. وإليك أخي الكريم هذه المفاجآت. عند إحصائنا لعدد المرويات والآثار عن أهل البيت عليهم السلام في كتب الشيعة المعتمدة، فإننا وجدناها قليلة جدا مقارنة بعدد الروايات الواردة في أمهات كتب أهل السنة والجماعة، وهذا من الغرابة بمكان، إذ أنهم يدعون محبتهم ومع ذلك لا يروون عنهم في كتبهم إلا القليل. ولك أن تلاحظ الفرق الشاسع والبون الواسع بين أعداد الروايات عن أهل البيت في كتب أهل السنة وكتب الشيعة. وإليك هذه المقارنة الدقيقة بين مروياتهم في كتب أهل السنة والشيعة. وقبل المقارنة لا بد أن تعلم عزيزنا المشاهد أن للشيعة 4 كتب معتمدة في رواية الأحاديث، وهي الكافي، من لا يحضره الفقيه، التهذيب، والاستبصار. بينما لأهل السنة 9 كتب مشتهرة، وهي صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن الترمذي، سنن النسائي، سنن أبي داود، سنن ابن ماجه، موطأ مالك، مسند أحمد، وسنن الدارمي. أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في كتب الشيعة. روايات الشيعة في كتبهم سابقة الذكر 44,000 وأكثر بقليل، ومجموع ما روي فيها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 644 رواية من أصل 44,000 رواية. والعجيب أن كتاب الكافي لوحده وبأجزائه 8 يحتوي على أكثر من 16,000 رواية، وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم منها 92 حديثا فقط، وكلها في أسانيدها إشكال باعتراف علمائهم. روايات فاطمة رضي الله عنها في كتب الشيعة. لا يوجد لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي رواية في أي من كتبهم 4 على الإطلاق، بينما يوجد لها 11 رواية في كتب السنة، 8 منها في مسند الإمام أحمد رحمه الله. روايات الإمام علي رضي الله عنه في كتب الشيعة. بلغت عدد الروايات للإمام علي رضي الله عنه في كتب الشيعة 4 690 رواية، بينما يوجد له في كتب السنة التي ذكرناها سابقا 1583 رواية، وهذا عدد كبير جدا مقارنة بالروايات الموجودة في كتب الشيعة، مع العلم أنه عند الإمام أحمد 804 روايات، أي أن عند الإمام أحمد ما يزيد على ما هو موجود في كتب الشيعة 4 مجتمعة. روايات الحسن بن علي رضي الله عنه في كتب الشيعة. روى الشيعة في كتبهم 4 للحسن 21 رواية فقط، بينما روى أهل السنة للحسن 35 رواية، منها 18 رواية في مسند أحمد بن حنبل رحمه الله. روايات الحسين بن علي رضي الله عنه. لا يخفى على أحد مدى التعظيم المبالغ فيه للإمام الحسين عند الشيعة، مع أنهم رووا عنه فقط 7 روايات، بينما نجد لهذا الصحابي الجليل في كتب السنة 43 رواية، في مسند الإمام أحمد وحده 18 رواية. وهذه مقارنة بين روايات بقية أئمة آل البيت بروايات كبار الصحابة في كتب السنة. صحيح البخاري. روى الإمام البخاري لزين العابدين 25 حديثا، ونجد عدد الروايات متساوية مع روايات عثمان بن عفان، وهي 25 حديثا. صحيح مسلم. روى لزين العابدين 15 حديثا، وللباقر 19 حديثا، وللصادق 17 حديثا، بينما نجد فيه أن لأبي بكر الصديق رضي الله عنه 9 أحاديث فقط. سنن الترمذي. بلغت روايات الباقر فيه 23 حديثا، وللصادق 20 حديثا، بينما روى الترمذي لأبي بكر الصديق رضي الله عنه 22 رواية، ولعثمان بن عفان رضي الله عنه 19 رواية، وبهذا يكون الباقر أكثرهم رواية في سنن الترمذي. سنن النسائي. روى النسائي عن الإمام الباقر 56 حديثا، وعن الإمام الصادق 44 حديثا، وبلغت رواياته عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه 22 حديثا، وعثمان بن عفان رضي الله عنه 27 حديثا. سنن أبي داود.
روى عن زين العابدين 11 حديثا، وعن الباقر 17 حديثا، وعن الصادق 11 حديثا. أما أبو بكر رضي الله عنه فقد روى أبو داود عنه 11 حديثا، وعثمان 15 حديثا، وبهذا يكون الباقر أكثر الجميع. سنن ابن ماجه روى عن الإمام الباقر 24 حديثا، وعن الصادق 19 حديثا، وروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه 16 حديثا، وعن عثمان 23 حديثا. وبهذا يكون مجموع روايات أبي بكر الصديق في كتب السنة 210 أحاديث، والباقر بلغت رواياته 229 حديثا. وبهذا يتبين أن أهل السنة والجماعة هم من يأخذون بمرويات أهل البيت عليهم السلام، بدليل الفرق الواضح والبون الشاسع بين عدد مروياتهم في كتب أهل السنة وكتب الشيعة. يعني أنا ما أتوقع أهل السنة إنهم يعني لو قرأوا هذه الروايات راح يكرهون أهل البيت. كذلك أنا ما أتوقع أهل السنة لو يكرهون أهل البيت إنهم يذكرون فضائل أهل البيت. يعني في باب مناقب وروايات ترغب بحب أهل البيت ما يعقل أنهم يكرهون أهل البيت. حتى المدارس نفسها تدرس الأطفال أو تدرس من الابتدائي إلين الجامعة عن حب آل البيت. يعني يوم كنا صغار احنا كنا نسمع، وانا كنت شيعي كنت أسمع في المدارس الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. يعني هذا أهل السنة يقول مدرس دين سني يذكر هذا الرواية. شيء أكيد أنه يعني الموجودين الطلاب بيحبون الحسن والحسين. إذا جاء تكلم عن الخلفاء الأربعة ثم تكلم عن علي رضي الله عنه وأنه من العشر المبشرين من العشر المبشرين في الجنة، شيء أكيد راح يحب علي ما راح يبغضه. علماء الشيعة يسيئون لأهل البيت. ولك أن تتعجب من الشيعة الإمامية وهم يدعون محبتهم لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن علماءهم يسيئون إليهم أيما إساءة، بل ويحطون من قدرهم ويضعون من منزلتهم. وهذه بعض الروايات الواردة في أمهات كتبهم يسيئون فيها إلى آل البيت عليهم السلام. جاء في كتاب سليم بن قيس الهلالي: ثم قال: قم يا ابن أبي طالب فبايع، فقال: فإن لم أبايع. ثم قال: قم يا ابن أبي طالب فبايع، فقال: فإن لم أفعل. قال: إذن والله نضرب عنقك. فاحتج عليهم 3 مرات ثم مد يده من غير أن يفتح كفه، فضرب عليها أبو بكر ورضي بذلك منه. فنادى علي عليه السلام قبل أن يبايع والحبل في عنقه: يا ابن آدم، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، وهل يعقل أن يجر علي عليه السلام بحبل في عنقه وهو أسد الأسود وحيدرة الكرار؟ وفي كتاب الرجعة لأحمد الأحسائي نجد فصلا بعنوان: في ذكر بعض ما جاء في رجعة أمير المؤمنين صلوات الله عليه وأنه دابة الأرض، ونحن لا ندري هل وصف أمير المؤمنين علي عليه السلام بهذا الوصف تشريف له أم إهانة. وجاء في كتاب الاختصاص للعلامة المفيد عن أبي جعفر عليه السلام قال: دخل رجل من أصحاب الحسن عليه السلام يقال له سفيان بن ليلى، وهو على راحلة له، فدخل على الحسن وهو محتب في فناء داره فقال له: السلام عليك يا مذل المؤمنين. وفي هذا إساءة واضحة للإمام الحسن عليه السلام، فبعد أن قطعوا الإمامة في عقبه وولده وصفوه بأنه مذل المؤمنين. لو أنا الحين أسأل نفسي أقول لو أرجع أنا شيعي، شو اللي أرجع عليه؟ يعني أنا أقول لك يمكن هم عندهم مراجع الشيعة، هم عندهم سب الصحابة، الآن أمهات المؤمنين وطعن في الصحابة، فأنت طبعا أنت شيعي أصل وفصل. هذا عند المراجع الشيعة، ولا هو عند بس ما عند مراجع الشيعة، عند عوام الشيعة اللي رسخوا الكلام هذا. سب الصحابة هو التقرب، يعني بمجرد أنك تسب الصحابة وتلعن الصحابة تتقرب لله سبحانه وتعالى عز وجل. ولك أن تتخيل مدى الإساءة في كتب ومصنفات الشيعة إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو ترجمان القرآن ومن سادات أهل البيت، لكنه عند الشيعة ملعون أعمى البصر والبصيرة.
فقد جاء في كتاب رجال الكشي ما يلي: دعاء على عبد الله وعبيد الله بني العباس: اللهم لعن ابني فلان واعم أبصارهما كما أعميت قلوبهما أجلين في رقبتي، واجعل عمى أبصارهما دليلا على عمى قلوبهما. ثم ذكر في الحاشية أن ابني فلان كناية عن عبد الله وعبيد الله بني عباس. وجاء في تفسير القمي: إن هذا المثل ضربه الله لأمير المؤمنين عليه السلام، فالبعوضة أمير المؤمنين وما فوقها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا ندري هل وصف أمير المؤمنين بأحط الحشرات وأحقرها مدح له أم ذم. هذه نماذج فقط لإساءاتهم الكثيرة لآل بيت النبوة عليهم السلام، حتى نعرف أنهم يدعون حبهم ادعاء وليس حبا لأجل الله وعلى منهج الله. وجدت أن أهل البيت عليهم السلام لم ينسبوا العصمة لأنفسهم، ويقرون بذنوبهم، ويحتاجون إلى مغفرة من الله سبحانه وتعالى، وأنهم بشر يصيبون ويخطئون، ولم يكونوا أبدا سبابين ولا لعانين، بل على العكس وجدتهم يترضون عن الصحابة ويتصاهرون مع الصحابة ويتسمون بأسمائهم. ولكن عندما ننظر إلى علماؤنا نجدهم يحثون على السب، على اللعن، على إعطاء العصمة للأئمة. وجدت أن مذهب أهل السنة والجماعة هو يطابق فعلا ما كان عليه آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله. فمن الذي يحب آل البيت؟ أهل البيت عليهم السلام على ألسنة علماء أهل السنة والجماعة. ولأهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام المؤمنين لهم حقان: حق الإيمان وحق القرابة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وزوجات الرسول أمهات المؤمنين، كما قال الله تعالى في كتابه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فمن قال إن عائشة ليست أما للمؤمنين فهو ليس بمؤمن. فالواجب علينا احترام آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام من قرابته المؤمنين ومن زوجاته أمهات المؤمنين، كلهم آل بيت لهم حق. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وأن الواجب علينا أن نكن المحبة الصادقة لجميع آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، نسائه كلهم والمؤمنين من قرابته. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني تارك فيكم شيئين، ثم قال صلى الله عليه وسلم وعترته، ثم قال: اتقوا الله في أهل بيتي. فأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الأتقياء من خيار الناس، وعلينا محبتهم وناصرتهم ومعرفة مكانتهم. يا إخواني، عترة النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه هم من أزكى الناس ومن أكثر الناس تمسك. أنتم لو نظرتم إليهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تجدون من؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فاطمة، والعباس عبد الله بن عباس، وعقيل بن أبي طالب، وجعفر بن أبي طالب، من خيار الناس، كانوا من خيار الناس. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم لهم حقا، فهم آله، وهم الذين وقفوا معه في الشعب لما حوصر في مكة، وهم الذين حرمت عليهم الصدقة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما أنزل الله عز وجل: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، إلا المودة في القربى، على تفسيرين لأهل العلم: إما أحبوني لأني قريب لكم جميعا، فمن بطن من بطون قريش إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم صلة بهم من صلة رحم أو نسب أو صلة قرابة، أو أكرموا قومي عشيرتي لمنزلتي. وفي الحالتين
فإن إكرام آله عليه الصلاة والسلام مطلب شرعي، لهم حق لقرابتهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لهم حق التوقير وحق التبجيل وحق المحبة والاحترام، ولهم أكبر من ذلك، لهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعته شاملة لأمته عليه الصلاة والسلام، شفاعته لأمته عليه الصلاة والسلام لمن آمن منهم وحسن إيمانه. وآل بيته صلى الله عليه وسلم هم أزواجه وذريته وقرابته الذين حرمت عليهم الصدقة، هم أشراف الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، رواه البخاري. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني. وفي رواية في الصحيحين أيضا: فاطمة بضعة مني، يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. وروى البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنت مني وأنا منك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن بن علي رضي الله عنه: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسن رضي الله عنه: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. متفق عليه. أن أهل السنة والجماعة يحبون آل البيت ويوالونهم ويعطونهم حقهم ويعتقدون بحق آل البيت. يعني نحن الآن محبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام ما تجعلنا نحب أولاده. أنت الآن يا أخي، أنت الجالسين أمامي ولا اللي يسمعون الآن عبر الإنترنت، أنت لما تحب نبيك ما تحب بنت فاطمة؟ بنت فاطمة ما تعني لك شيء؟ ما تواليها؟ ما تحب هذه المرأة محبة إيمانية لأن بنت نبيك، لأن مؤمنة؟ طيب وزينب وأم كلثوم، إذا نحن إيش موقفنا يعني؟ طيب علي بن عمك كيف نحبه؟ وابن عباس بن عمك كيف؟ عمه حمزة كيف؟ إيش عقيدتنا في ذلك؟ إيش موقفنا من الحسن والحسين؟ أحفاده. نبينا جد لحفيد للحسن والحسين، ومحسن أيضا، محسن ثبت من أسماء أيضا من أحفاده. إيش عقيدتنا نحن يعني أهل السنة والجماعة؟ إيش عقيدتنا في الحسن والحسين؟ إيش عقيدتنا؟ نبغضهم؟ نكرههم؟ كلا والله، بل نحن نحبهم ونواليهم لأنهم أحفاد نبينا، أحفاد نبينا. وقد ثبت أن نبينا يحب فاطمة ويحب علي ويحب الحسن ويحب الحسين، فكيف نحن ما نحب شيء يحب نبينا؟ خلنا نجي إلى كلام علماء أهل السنة عن آل البيت. أنا لما كنت شيعي كنت أعرف أن أكبر شخصيتين ناصبيتين في نظر الشيعة هم شيخ الإسلام ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب. أنا أبغى أعرض كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن آل البيت، إيش كان يقول عنهم. طبعا لما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن مقتل الحسين وش قال؟ قال: من قتل الحسين وأعان على قتله ورضي بذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ثم انتبه إلى كلمة ورضي بذلك، تجد أنه يدخل من وقت الحسين إلى هذا الوقت. يعني من رضي بقتل الحسين
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. كذلك يعني لما حاكم التتار سأل شيخ الإسلام ابن تيمية قال أنتم تبغضون آل البيت، وش رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية؟ من أبغض آل البيت فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذه أعم، يعني من أبغض آل البيت. طيب كذلك محمد بن عبد الوهاب، الشخصية اللي كنا نقول الوهابية والوهابية والوهابية، ارجع إلى كتاب محمد بن عبد الوهاب مثلا كشف الشبهات، إذا ذكر آل البيت، إذا ذكر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وآله. كذلك كان يعني يتكلم عن فضائل آل البيت، يتكلم عن وجوب الصلاة على النبي في التشهد. أثنى علماء أهل السنة ثناء عابقا وعاطرا على أهل بيت النبوة عليهم السلام، بل وذموا وعادوا كل من ناصب لهم العداء، وليس أدل على ذلك من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ذم النواصب الذين يحطون من قدر أهل البيت عليهم السلام. ثناء أهل السنة على الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستيعاب: وقال أحمد بن حنبل وإسماعيل بن إسحاق القاضي: لم يروى في فضائل أحد من الصحابة بالأسانيد الحسان ما روي في فضائل علي بن أبي طالب. وكذلك أحمد بن شعيب بن علي النسائي رحمه الله. ويقول ابن تيمية في كتابه منهاج السنة: فضل علي وولايته لله وعلو منزلته عند الله معلوم ولله الحمد من طرق ثابتة أفادتنا العلم اليقيني لا يحتاج معها إلى كذب ولا إلى ما لا يعلم صدقه. ويقول في موضع ثان من نفس الكتاب: وأما كون علي وغيره مولى كل مؤمن فهو وصف ثابت لعلي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد مماته. وبعد ممات علي فعلي اليوم مولى كل مؤمن وليس اليوم متوليا على الناس، وكذلك سائر المؤمنين بعضهم أولياء بعض أحياء وأمواتا. ويقول أيضا: وأما علي رضي الله عنه فلا ريب أنه ممن يحب الله ويحبه الله. ويقول: لا ريب أن موالاة علي واجبة على كل مؤمن كما يجب على كل مؤمن موالاة أمثاله من المؤمنين. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الرسائل الشخصية واصفا الإمام علي بالمرتضى: وأؤمن بأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين، ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، وأن أفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى، ثم بقية العشرة، إلى آخر ما قال. ثناء أهل السنة على الحسن بن علي عليهما السلام. قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستيعاب: وتواترت الآثار الصحاح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في الحسن بن علي: إن ابني هذا سيد، وعسى الله أن يبقيه حتى يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. رواه جماعة من الصحابة. وفي حديث أبي بكرة في ذلك: وأنه ريحانتي من الدنيا. وقال الذهبي يذكر الحسن في السير: الإمام السيد ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبطه، وسيد شباب أهل الجنة، أبو محمد القرشي الهاشمي المدني الشهيد. وقال أيضا: وقد كان هذا الإمام سيدا وسيما جميلا عاقلا رزينا جوادا ممدحا خيرا دينا ورعا محتشما كبير الشأن. وقال ابن كثير في البداية والنهاية: وقد كان الصديق يجله ويعظمه ويكرمه ويتفداه، وكذلك عمر بن الخطاب، إلى أن قال: وكذلك كان عثمان بن عفان يكرم الحسن والحسين ويحبهما. وقد كان الحسن بن علي يوم الدار وعثمان بن عفان محصور عنده ومعه السيف متقلدا به يجاحف عن عثمان، فخشي عثمان عليه فأقسم عليه ليرجعن إلى منزلهم تطييبا لقلب علي وخوفا عليه رضي الله عنهم. ثناء أهل السنة على فاطمة الزهراء عليها السلام. قال أبو نعيم في الحلية: ومن ناسكات الأصفياء وصفيات الأتقياء فاطمة رضي الله تعالى عنها، السيدة البتول، البضعة الشبيهة بالرسول، ألوط أولاده بقلبه لصوقا، وأولهم بعد وفاته به لحوقا،
كانت عن الدنيا ومتعتها عازفة، وبغوامض عيوب الدنيا وآفاتها عارفة. وقال الذهبي رحمه الله في السير: سيدة نساء العالمين في زمانها، البضعة النبوية والجهة المصطفوية، أم أبيها، بنت سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: وكانت أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم على المشهور، ولم يبق بعده سواها، فلهذا عظم أجرها لأنها أصيبت به عليه الصلاة والسلام. ثناء أهل السنة على الحسين بن علي صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما. قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستيعاب: وكان الحسين فاضلا دينا كثير الصوم والصلاة والحج. وقال ابن تيمية كما في مجموع فتاواه: والحسين رضي الله عنه أكرمه الله تعالى بالشهادة في هذا اليوم، أي يوم عاشوراء، وأهان بذلك من قتله أو أعان على قتله أو رضي بقتله، وله أسوة حسنة بمن سبقه من الشهداء، فإنه هو وأخوه سيدا شباب أهل الجنة، وكان قد تربيا في عز الإسلام، لم ينالا من الهجرة والجهاد والصبر على الأذى في الله ما ناله أهل بيته، فأكرمهما الله تعالى بالشهادة تكميلا لكرامتهما ورفعا لدرجاتهما، وقتله مصيبة عظيمة. وقال فيه الذهبي رحمه الله في السير: الإمام الشريف الكامل صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته من الدنيا ومحبوبه، أبو عبد الله الحسين بن أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف بن قصي القرشي الهاشمي. وقال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: والمقصود أن الحسين عاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه إلى أن توفي وهو عنه راض، ولكنه كان صغيرا، ثم كان الصديق يكرمه ويعظمه، وكذلك عمر وعثمان، وكان معظما موقرا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية واصفا ما حدث للإمام الحسين بأنه كرامة من الله: اعلم وفقني الله وإياك أن ما أصيب به الحسين رضي الله عنه من الشهادة في يوم عاشوراء إنما كان كرامة من الله عز وجل أكرمه بها، ومزيد حظوة ورفع درجة عند ربه، وإلحاقا له بدرجات أهل بيته الطاهرين، وليهينن من ظلمه واعتدى عليه. ثناء أهل السنة على آل البيت عموما. قال ابن تيمية في منهاج السنة يذكر الإمام الباقر، وكذلك أبو جعفر محمد بن علي من خيار أهل العلم والدين، وقيل إنما سمي الباقر لأنه بقر العلم لا لأجل بقر السجود جبهته. وقال المزي في ترجمته في تهذيب الكمال: قال العجلي: مدني تابعي ثقة. وقال ابن البرقعي: كان فقيها فاضلا. وقال الذهبي في السير: هو السيد الإمام أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي العلوي الفاطمي المدني، ولد زين العابدين، وكان أحد من جمع بين العلم والعمل والسؤدد والشرف والثقة والرزانة، وكان أهلا للخلافة. ثم قال: وشهر أبو جعفر بالباقر، من بقر العلم أي شقه فعرف أصله وخفيه. ولقد كان أبو جعفر إماما مجتهدا تاليا لكتاب الله كبير الشأن. وقال أيضا: وقد عده النسائي وغيره في فقهاء التابعين بالمدينة، واتفق الحفاظ على الاحتجاج بأبي جعفر. وفي جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رحمه الله يقول الإمام ابن تيمية في منهاج السنة: وجعفر الصادق رضي الله عنه من خيار أهل العلم والدين. وقال عمرو بن أبي المقدام: كنت إذا نظرت إلى جعفر بن محمد علمت أنه من سلالة النبيين. ووصفه في رسالته في فضل أهل البيت وحقوقهم فقال في الصفحة 35: شيخ علماء الأمة. وقال الذهبي في السير: الإمام الصادق شيخ بني هاشم أبو عبد الله القرشي الهاشمي العلوي النبوي المدني، أحد الأعلام. وقال عنه وعن أبيه: وكان من جلة علماء المدينة. وقال في تذكرة الحفاظ: وثقه الشافعي ويحيى بن معين. وعن أبي حنيفة قال: ما رأيت أفقه من جعفر بن محمد. وقال أبو حاتم: ثقة لا يسأل عن مثله. دائما نحصل عندنا تسميات مثل عبد الحسين أو عبد الحسن أو عبد الزهرة أو عبد المهدي، وإذا سألنا علماءنا قالوا هذا دليل على محبة آل بيت رسول الله. والله عجيبة يعني. فهل أنتم يا علماءنا يا معممين تحبون آل بيت رسول الله أكثر من الأئمة؟
ما لقينا الإمام الحسين يسمي عبد الحسين أو عبد الزهرة أو عبد المهدي، ما لقينا الإمام الحسن يسمي، ما لقينا الإمام علي يسمي. يعني وجدت أن التعبيد لغير الله غير موجود عند أهل البيت عليهم السلام، وليس موجود عند أهل السنة والجماعة. فمن الذي يحب آل بيت رسول الله؟ وها هم علماء أهل السنة وأئمتهم يصرحون بموقفهم من أهل البيت بكل وضوح دون أدنى تستر أو تخف، بل يجهرون بحبهم لآل البيت ويعلنون ودهم ويتولونهم ويبغضون كل من أبغضهم. وإليكم هذه الطائفة من أقوال علماء أهل السنة من مختلف العصور والأزمان ومن سائر الأقطار والبلدان. قول أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي قال رحمه الله في عقيدته المشهورة العقيدة الطحاوية: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الحق يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير. وقال أيضا: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. قول الإمام عبد الله بن محمد الأندلسي القحطاني قال رحمه الله في النونية: واحفظ لأهل البيت واجب حقهم واعرف عليا أيما عرفان لا تنتقصه ولا تزد في قدره فعليه تصلى النار طائفتان إحداهما لا ترتضيه خليفة وتنصه الأخرى إلها ثاني. قول الموفق بن قدامة المقدسي قال في لمعة الاعتقاد: ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهم خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فهو كافر بالله العظيم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال يوم غدير خم: أذكركم الله في أهل بيتي. وقال للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال: إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. وقال رحمه الله: ولا ريب أن لآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم حقا على الأمة لا يشركهم فيه غيرهم، ويستحقون من زيادة المحبة والموالاة ما لا يستحقه سائر بطون قريش، كما أن قريشا يستحقون المحبة والموالاة ما لا يستحقه غير قريش من القبائل. قول الحافظ ابن كثير قال في التفسير: ولا ننكر الوصاة بأهل البيت والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم، فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخرا وحسبا ونسبا، لا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية، كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وأهل ذريته رضي الله عنهم أجمعين. قول العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي قال في كتابه التنبيهات اللطيفة: فمحبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم واجبة من وجوه، منها أولا لإسلامهم وفضلهم وسوابقهم، ومنها لما يتميز به من قرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم واتصالهم بنسبه، ومنها لما حث عليه ورغب فيه. قول الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي قال رحمه الله في سلم الوصول: وأهل بيت المصطفى الأطهار وتابعيه السادة الأخيار، فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان. قول الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين رحمه الله قال في شرح العقيدة الواسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحبونهم للإيمان وللقرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكرهونهم أبدا. وبهذا يتبين لكل عاقل أن أهل السنة يتولون آل البيت ويحبونهم بالدلائل الواضحة والبراهين القاطعة،
وأن ما يثار عنهم بأنهم يبغضون آل البيت ما هو إلا مجرد ادعاء كاذب لا صحة له من قريب أو بعيد، وأنه بغرض إثارة الأحقاد وخدمة مصالح أعداء الدين. مصنفات وكتب أهل السنة في أهل البيت عليهم السلام. إن تراث أهل السنة والجماعة ومكتبتهم عامرة بالكثير من المؤلفات والمصنفات التي تتحدث عن مناقب وسير وفقه وأحاديث أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وسنذكر جزءا يسيرا من هذه المؤلفات ليظهر مدى الاهتمام الكبير من أهل السنة بآل البيت عليهم السلام. ومن هذه المصنفات ما يلي: أولا، في ذكر مناقب أهل البيت، كتاب إتحاف السائل بما لفاطمة من المناقب، تأليف محمد بن عبد الرؤوف المناوي. كتاب فضائل سيدة النساء، تأليف عمر بن شاهين، تحقيق أبي إسحاق الحويني. كتاب ذخائر العقبة في مناقب ذوي القربى للعلامة الحافظ محب الدين أحمد بن عبد الله الطبري. كتاب فضل أهل البيت وعلو مكانتهم عند أهل السنة والجماعة، تأليف الشيخ عبد المحسن العباد، وهو كتاب متكون من 10 فصول يبين فيه المؤلف التعريف بآل البيت وعلو مكانتهم والثناء عليهم والواجب تجاههم. كتاب محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة النجدية وموقفهم من آل البيت عليهم السلام، تأليف الشيخ خالد بن أحمد الزهراني. وقد بين المؤلف في هذا الكتاب موقف الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأبنائه وأحفاده وأتباعه من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، مدعما بالوثائق والأقوال الموثقة من كتبهم ومراسلاتهم. كتاب ثناء ابن تيمية على أمير المؤمنين علي وأهل البيت، تأليف أبي خليفة علي القضيبي. ومؤلف هذا الكتاب كان شيعيا ثم هداه الله لمذهب أهل السنة والجماعة، وقد بين فيه أقوال شيخ الإسلام وثناءه على الإمام علي بن أبي طالب وأئمة أهل البيت عليهم السلام، ومنهجه في حبهم وبغض من يبغضهم. كتاب آل البيت وحقوقهم الشرعية، تأليف الشيخ القاضي صالح بن عبد الله الدرويش، وهو كتيب يبين فيه أن الله جل وعلا أوجب لأهل بيت نبيه حقوقا وخصهم بفضائل وجب على المسلم أن يعيها، وبين منهج أهل السنة في التعامل مع هذه الحقوق والواجبات. ومن الكتب التي اهتمت بسرد وتقرير فضائل أهل البيت أيضا ما يلي: العقيدة في أهل البيت بين الإفراط والتفريط للدكتور سليمان السحيمي، وهو بحث رسالة دكتوراه. جواهر العقدين في فضل الشرفين، شرف العلم الجلي وشرف النسب النبوي لنور الدين السمهودي، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا. مناقب علي والحسنين وأمهما الزهراء لمحمد فؤاد عبد الباقي. سؤال في علي بن أبي طالب لشيخ الإسلام ابن تيمية. معالي الرتب لمن جمع بين شرفي الصحبة والنسب لمساعد بن يوسف العبد الجادر. در السحابة في فضائل الصحابة والقرابة للإمام محمد بن علي الشوكاني. المرتضى أبو الحسن علي بن أبي طالب لأبي الحسن الندوي. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة لمحمد رضا. الإمام الصادق لمحمد أبو زهرة، وغيرها الكثير والكثير من الكتب الخاصة بذكر مناقبهم وفضائلهم عليهم السلام. دائما عندنا يحثون علماءنا على اللطم والتطبير وإقامة المآتم وبناء الحسينيات، ولكن عندما ننظر إلى آل بيت رسول الله نجدهم نهوا عن الجزع، نهوا عن اللطم. حتى قال الإمام الحسين الأخت زينب: يا أختاه لا تلطمي علي خدا ولا تشقي علي جيبا ولا تدعي علي بالويل والثبور. ولكن عندما أسأل علماءنا يقولون لي هذا نهي وقتي. طيب هل زينب لطمت بعدين؟ ما لطمت. هل الإمام الحسين لطم طبر؟ هل الإمام الحسن؟ هل الإمام علي؟ وجدت أن من ينفذ كلام آل بيت رسول الله وأفعال آل بيت رسول الله هم أهل السنة والجماعة. فمن الذي يحب آل بيت رسول الله؟ ثانيا، كتب أهل السنة في سير أهل البيت،
كتاب مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لابن أبي الدنيا المتوفى سنة 281 للهجرة. كتاب مناقب الأسد الغالب ممزق الكتائب ومظهر العجائب ليث بن غالب أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب للعلامة ابن الجوزي المتوفى سنة 592 للهجرة. كتاب آل الرسول وأولياؤه لمحمد بن عبد الرحمن العاصمي الحنبلي. كتاب أسنى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب للدكتور علي الصلابي. كتاب خامس الخلفاء الراشدين أمير المؤمنين الحسن بن علي شخصيته وسيرته للدكتور علي الصلابي. كتاب عظماء أهل البيت للسيد حسن الحسيني. وهذه الكتب ليست حصرا لكافة كتب أهل السنة في ذكر سير أهل البيت عليهم رضوان الله، وإنما هي عبارة عن أمثلة فقط، وإلا فهي كثيرة جدا لا تدخل تحت الحصر. ثالثا، كتب أهل السنة في أحاديث أهل البيت عليهم السلام. كتاب الذرية الطاهرة لأبي بشر الأنصاري، وذكر فيه أحاديث أهل البيت عليهم السلام. كتاب خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب للنسائي، وقد ذكر فيه الإمام النسائي بسنده عبادة الإمام علي وأخباره ومناقبه وغير ذلك. أحاديث الحسن والحسين في الصحيحين للشيخ عثمان الخميس. كتاب دفع فرية عن أهل السنة لمؤلفه الشيخ خالد بن أحمد الزهراني، والذي جمع فيه نماذج كثيرة من مرويات أهل البيت عليهم السلام في كتب تراث أهل السنة والجماعة، ودفع فرية من يقول أن أهل السنة لا يروون عن أهل البيت عليهم السلام، ويقع الكتاب في 530 صفحة. هذه بعض المصنفات التي اختصت بذكر سير ومناقب وعلم أهل البيت رضي الله عنهم، وكلها لعلماء ومؤلفين من أهل السنة قدامى ومعاصرين. والباحث سيجد الكثير والكثير من أمثال هذه الكتب، فإن أهل السنة يرون أن لأهل البيت واجبات وحقوق ينبغي أن يعيها ويدركها كل مسلم متبع لهدي نبيه عليه الصلاة والسلام. فهل سيظن أحد بعد هذا أن أهل السنة والجماعة يبغضون أهل البيت عليهم السلام؟ هل أهل السنة يبغضون أهل البيت عليهم السلام؟ هذا العمل من إنتاج قناة البرهان الفضائية بالتعاون مع للإنتاج الإعلامي.